طب ايه السؤال؟ ماشي اقول لك السؤال. شوف يا سيدي، السيت كومز في مصر يعني دايما الحاجات اللي هي اللي بتبقى معمولة في ست امم. مش بتنجح. والحاجات اللي عندنا امم. الاكزامبلز بتاعتها مثلا اه. اسمه ايه، ما انك قلت everybody loves Raymond الباب في الباب، يعني كان حلو بس امم. هو كان منقول، كان كوبي بيست بس مصره وبتاع كان وقفل لي الدنيا. وتامر وشوقية دبلجه. دارما اند جراج، بس ده كان امم. مقتبس اكتر. وبرضه ما كملش يعني، جايز عشان حوار مكي ماشي وبتاع، بس برضه اللي هو امم. آه ما تعرفش تكمل من غيره يعني. تو اند هاف مان امم. كمله بعد تشارلي شين، ماشي كان اقل شويه. شويه بس كان لسه حلو. ده انت وقعت امم. خالص دروب جامد، فتفتكر ده ايه السبب؟ ايه السبب؟ مم. بص، هو كان في كمان سيت كوم لو انت فاكر برضه، بتاع احمد فلوس، اسمه شباب اونلاين. اه صح. ده ده كان شبه فريندز شويه، وكان صح. في ست. ايوه. هو في حاجتين، في الانرجي بتاعت الست ان هي تبقى شبه المسرح، مم. لان الحاجات اللي هي الست دي المفروض تبقى قدام لايف اودينس. مم. وبحس فكره المسرح وان هي تبقى لايف مم. والكاميرا تصور، ده بيدي الناس فيدباك في ساعتها، مم. الجوك دي حلوه ولا لا. ايوه. مش مفيش اللي هي الكانت لافتر، اللي هي لا احنا مم. بنصور كأنه في مم. استوديو بس حاطين لافتر، ده مش مم. منطقي. ايوه. فده سبب مهم جدا، ان هو مم. انت لازم تصور الحاجات دي لايف قدام مم. الناس. اولا هيديك فيدباك اونست. مم. ثانيا هيدي احساس المسرح، اللي هو احنا عندنا اصلا في المسرح المصري الحاجات اللي هي زي العيال كبرت مم. ومدرسة المشاغبين، الحاجات اللي هي المسرح الكوميدي عندنا مم. مميز جدا مم. يعني. انت لو خدت نفس الفكر وحطيته في تصوير سات وعملت شو، مم. معرفش بقى كإنتاج، طبعا الموضوع ممكن يكون مكلف جدا جدا اه. ولا حاجة، بس يعني ده سبب أساسي بيخلي الحاجات ما تنجحش. مم. التقليد اللي هو الدبلجة، اللي مم. هو من كتر ما هو كوبي بيست، انت لو مم. لو دبلجته اوفر لك يعني، فاهم؟ اوكي. ده سبب، انت مفيش حاجة اوريجينال. مم. بس ان انت تقتبس زي تامر مم. وشوقية لما اقتبس من دارما اند جريج، ده حلو، لان هو اقتبس وابتدى يخليها بطريقه المصريه. مم. الحاجه الاهم اللي انا ملاحظها ان الكتاب ما فيهمش كوميديانات، بس الموضوع ده ابتدى يتغير شويه. يعني الكبير في اخر 2 سيزون لما ابتدوا يستعينوا بالستاند اب كوميديانز ان هم يكتبوا، مم. الناس حست باختلاف قوي. مم. في شو اللي هو مكتوب عليا، في برضه في ورشه الكتابه في ستاند اب كوميديانز، مم. في كذا شو طبعا أنا مش فاكرهم كلهم. مم. بس ان انت تستعين بالستاند اب كوميديانز، لان مش عشان الستاند اب كوميدي في الكتابه وان هو بيجرب الحاجات دي لايف مع الناس، ده بيختلف. يعني everybody loves Raymond Seinfeld، كل الحاجات دي لما يبتدي الشيفت ده يحصل، هتبتدي اعتقد الحاجات المصريه تبقى انجح. مم. تعرف تنقل الاكسبيرينس اللي هي اللايف للشاشه، مم. وهي دي حاجه صعبه في حد ذاتها، بس ايوه. اعتقد ده. والاستمراريه الاستمراريه ان استمرارية. يبقى في شو ناجح وتحاول تكمل نجاحه دي صعبه شويه، مم. صعبه ان انت تعمل سيزون 1 ناجح وسيزون 2 ناجح وسيزون 3 ناجح وسيزون 4. مم. اصلا في كيرس كده، مم. ده في اي شو بقى، دراما او كوميدي او اي حاجه، مم. اللي هي اسمها سكند او ثيرد سيزون كيرس. مم. لان الرايتر بيبقى كاتب الفكره بتاعته على سيزون واحد بس، ايوه. انا وبيبيعها. مم. فالبروديوسر بتعجبه الفكره، فبيقول له طب خلاص هنجدد سيزون كمان. مم. فيا اما الرايتر يكون عنده الفكره تمام، يا اما بيبتدي ايه ده، يا نهار ابيض انا ما فكرتش هعمل ايه، مم. فالشو بيقع في سيزون 2. ايوه. ولو كان عنده سيزون 1 1 و 2 3 بيقع. مم. وبعد كده يا اما يكمل 4 و 5 ويبتدي يعلى تاني، يبتدي ياخد تيجي له فكره ازاي هخلي فيه استمراريه للقصه دي، مم. يبقى فيه ارك للقصه وللكاركترز. مم. يا اما بيقع خلاص، اللي هو ماشي احنا بناخد فلوس وبنكسب فقشطه تمام. ايوه. الشو الوحيد اللي هو بيرفكت من سيزون 1 لسيزون 5 مم. وقفل على كده، كان بريكنج باد. عشان بريكنج باد قال انا هو راجل اللي هو فينس، ناسي جيليجن. اللاست نيم بتاعه ايه، جيليجن. كاتب الشو قال لك انا كاتبه 5 سيزونز من الاول، هو كان بيبيعه كده، هو بيبيعه 5 سيزونز على ايوه. بعض. ايوه. انا عندي تشتريه على بعضه وبرضه في حلب يا ما برضه، خلي بالك تعملهوش. يعني 24 حلقة ده صعب قوي. هو صعب طبعا، بس هو عشان هو كان كاتب الفكره من الاول كده. التغيير الوحيد اللي عمله اللي هو جيسي، لما لقى ارون بول مع براين كيرستن الكيمستري بتاعتهم الكيمستري حلوه. ما موتوش.
اه كيمستري فاهم، عشان الشو بريكنج باد وبتاع. مم. فلما لقى الكيمستري بتاعتهم حلوه ما موتوش، هو كان هيموته في سيزون 1 فعلا. وحاول يكتب كاركتر، ده التغيير الوحيد اللي عمله. بس هي مم. الفكره حتى لو انت بتتفرج عليه هتلاقي ان هو فعلا لا، هي كاركتر معروف هو رايحه فين، ومعروف الديفلوبمنت بتاعها ماشي ازاي. فده مم. الشو الوحيد اللي الاكسبشن تو ذا رول يعني. أيوة. فالمهم ده تشالنج تاني في حد ذاته، ان احنا ما عندناش حاجه في اس ان ال بالعربي، بس اس ان ال بالعربي اعتقد ده فاشل شويه. شوية. بس ما عندناش حاجه هو شوية سكتش. ناس عايزين يمثلوا، يلا نطلعهم، ناس يلا يا عم بتكتب. مثلوا يا عم. أول ما يمثلوا خلاص بالظبط. قفلنا ما فيش الشغل ده، خلاص شكرا. اس ان ال في نيويورك معتمد على الكوميديانز وعلى الرايترز أيوة. يعني. حتى لما بيجوا يتكلموا على حد على كده يقول لك اه ده كان بيكتب في اس ان ال، من أيوة. كتر ما دي حاجه ستاندرد عالي قوي. أيوة. الشوز دي طالعه منها ناس كتير كانوا بيكتبوا في اس ان ال بقوا بيكتبوا شوز من السيت كومز المشهوره. لاري ديفيد ما كانش عارف يطلع ولا اه, سكتش في SNL. آه. لاري ديفيد ده طب في عارف أرحل فكرني وسط بفرغالي شويه. لاري ديفيد لو انا همشي عاوز امشي بطريقتي، يعني ماليش دعوه باي مم. حد تاني. أيوة.